السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ منورين القناه والله. انا مش متخيل ان الجهاز ب 5000 جنيه $100 يعني يطلع منه كل ده. وفي حاجتين من ابل، جهاز ب 5000 جنيه في حاجتين من ابل، وهيقال ان في حاجه منهم كانت ريلمي سباقه فيها كمان. ده يا سيدي السي 61 من ريلمي، احدث جهاز اقتصادي في السوق المصري. الجهاز ده بيجي بضمان 24 شهر. الناس اللي كانت بتقول لي ريلمي ملاش ضمان في مصر، مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. متحمس جدا استعرض معاكم مميزات وعيوب ريلمي سي 61. من غير كلام كتير خلونا نبدا. اول حاجه لو هنتكلم عن التصميم قبل الشياكه وقبل التصميم الكارو قبل كل ده، الموبايل بيجي بمعيار اي بي 54 مقاوم لرذاذ الماء والغبار وبيتحمل الصدمات بشكل كبير جدا. الموبايل ده لو وقع منك في ميه ولحقت تجيبه بسرعه او مطره او ايا كان الظروف، لو بتاكل حتى وقع منك في اكل وخدته تغسله تحت الحنفيه عادي جدا، مش هيجرى له اي حاجه عن تجربه وانت شايف بعينك. اول حاجه هتخطفك في ديزاين الموبايل هو تصميم الكارو، بالاضافه طبعا للكاميرات اللي فيها شبه كبير جدا من الايفون، وفي كمان دارك جرين جايب نفس الكارو برضه. دايما ريلمي في الفئه الاقتصاديه بتحاول ترضي عملائها بقدر الامكان، فمنزلك الحواف الترندي البوكس عشان تحس ان انت برضه دافع 5000 جنيه واخد حاجه عصريه، حاجه متماشيه مع السوق في الوقت الحالي. ولو جيت توقف الموبايل كده من كتر ما الحواف حاده هيقف معاك عادي جدا. عندك من تحت سبيكر على اليمين عشان ما تكتمش الصوت وانت بتلعب او تتفرج، منفذ سي المايك الاساسي، منفذ 3.5 ملم. مش هتلاقي فوق مايك عزل ضوضاء، ولكن ريلمي معوضه لك الجزء ده بحاجه غريبه جدا استغربتها. لازم ادي الموبايل ده حقه، لان اللي هيدفع 5000 جنيه هياخد امكانيات هو مش متخيل انه هياخدها لما يدفع $100 او المبلغ ده عموما. فزي ما قلت لك مفيش مايك عزل ضوضاء، ولكن ريلمي معوضاك جوه باوبشن ذكاء اصطناعي اسمه اي اي نويز ريدكشن او عزل الصوت في المكالمه عن طريق الاي اي، وموريه لك الفرق. تقدر ان انت تشغل كده، دي المكالمه اثناء النويز، ودي المكالمه من غير النويز. بصراحه كده بحترم جدا الشركه اللي بتقدر عملائها وبتطلع لك باقل تفاصيل عشان تكون انت مرضي ومبسوط. تعال نروح على تاني اقوى ميزه في ريلمي سي 61 بعد التصميم، وهي البطاريه. البطاريه انا تاخد لقب وحش الصمود، بطاريه العمر الطويل. البطاريه دي بتقعد معاك يومين مستريح بشحنه واحده، تشحنها النهارده تروح تشحنها تاني يوم قبل ما تنام. مهامك خفيفه، مهامك متوسطه، مهامك تقيله، مش هتفرق. البطاريه تصمد معاك هتصمد معاك. الواحد في المية من البطاريه دي ممكن يصمد معاك لحد 8 ساعات. عارف انت بقى لما بنشتري الموبايل شهر شهرين كده والاداء بتاع البطاريه بقى عالمي، وتيجي بعد كده تلاقيها ما بتقعدش؟ هنا بقى ريلمي بتقول لك لا، 4 سنين يا باشا البطاريه ادائها واحد. خليني اكلمك عن السوفت وير في الاول. في ناس كتير قوي بتقلق تقول لك انا بدفع 5000 جنيه باخد اداء استغفر الله العظيم، ما يعني موبايل ما يتمسكش. الموبايل هنا بيجي بمعالج اقتصادي تايجر تي 612 12 نانومتر. قلت لك مش هيفرق النانومتر معاك، البطاريه هتعيش يعني ما تقعدش بقى تقول لي مش موفرين. الموضوع ده مقفول. في نسخه بتيجي 4 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكره تخزين. الرامات هنا بتزيد 8 تاني من الرام اكسبانشن عشان يبقى معاك 12 جيجا رام، وده الحقيقه بيظهر في التجربه، هقول لك كمان شويه ازاي. النسخه الثانيه بقى هي اللي معجزه الحقيقه، 6 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين، وبتزيد 12 جيجا من الرام اكسبانشن عشان تاخد مجموع 18 جيجا رام. تقدر تزود الذاكره بكارت ميموري خارجي بعيدا عن الشريحتين، يعني درج الشرايح هنا بيشيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. ريلمي سي 61 بيجي بواجهه ريلمي المخففه الريلمي يو اي. الواجهه دي معموله خصيصا للموبايلات الاقتصاديه، مش عبيله اديله في اوبشنات كتير وفي فيتشرز كتير، لو حابين نشرحها في فيديو اوكي ما عنديش مشكله. الواجهه المخففه دي ريلمي بتقول لك يا سيدي انا بضمنها لك 48 شهر لاج فري، ما تخافش من اللاج ولا التهنيج ولا اي حاجه. وده واضح، الواجهه سلسه جدا جدا لابعد ما تتخيل. مستحيل ان ده يكون موبايل ب 5000 جنيه بالسرعه والسلاسه. وجرب واكتب لي في كومنت، لان الموضوع بجد غير طبيعي. يعني جربت موبايلات كتير فئه ال 5000 جنيه، اداء موبايل ب 5000 جنيه مش واو، انا مش واخد سلاسه وفي نفس الوقت انا مش مبسوط قوي لان انا جاي لك من فلاج شيب. هنا لا، هنا الواجهه حرفيا صاروخيه. في الالعاب الموبايل هيجيبك، ولو رحت تلعب ببجي طبعا مش تاخد اعلى اعدادات ممكنه، لكن هتلعب ببجي على اقل اعدادات وهتاخد من 30 ل 40 فريم مستقرين زي الفل. الواجهه زي ما قلت لك مليانه اوبشنات زي الاير جيستشرز، ان انت تقدر ترد على مكالمه بمجرد بس ما تعمل ايدك كده، او ان انت تسكرول فوق او تحت، او تعمل الجرس ميوت. كل ده تقدر تعمله بايديك من غير ما تلمس الموبايل. تعال نروح على الشاشه اللي بتيجي بحجم 6.74 بوصه، وبتيجي بدقه اتش دي بلس مش فول اتش دي بلس. شاشه بتيجي من نوع اي بي اس 90 هرتز ريفريش ريت، والسطوع بيوصل ل 560 نتس تحت اشعه الشمس. السطوع بالنسبه للفئه السعريه دي مقبول، هو مش واو ومش قليل برضه بالنسبه للمنافسين. هتشوف تحت اشعه الشمس المباشره لكن مش احسن حاجه. دقه الشاشه الاتش دي بلس مقبوله في الفئه السعريه دي، ما عنديش عليها اي تعليق. حواف الشاشه مش الاصغر، والبزل السفلي جاي كبير حبتين، ولكن ده سيم او طابع الفئه الاقتصاديه، مش هنقدر نتكلم لان في فيتشرز ثانيه شايله، يعني في حاجات بتشيل حاجات. الشاشه هنا جايه بتصميم الديو دروب نوتش اللي مش هيضايقك زي اي موبايل تاني بتستخدمه بالديو دروب نوتش. ليه؟ لان ريلمي الحقيقه مظبطاك وحاطه لك حاجه اسمها الميني كابسول.
كابسول. الميني كابسول دي كده بتلاقي الديود دروب نوتش ده قلب تفاعلي بقى مع الشحن مع الموسيقى، حاجه روشه جدا. خليني برضه اقول لك الموبايل بيدعم الفيس انلوك، والفينجر برينت جاي في زرار الباور سريعه زي الصاروخ. زرار الباور ده مش مجرد فينجر برينت بس، ده فيه حوارات كتير. على سبيل المثال يشغل السايلنت او يلغيه، يفتح الكاميرا او المساعد الصوتي. وزرار الباور اللي في الريلمي سي 61 زي اللي في احدث ايفون، تقدر بالسحب الاعلى كده تعمل منه زوم ان، او بالسحب الاسفل تعمل منه زوم اوت، او تلقط صوره بمجرد ما تلمس الزرار. تعال نروح نتكلم عن الكاميرات اللي بتيجي 50 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 1.8، وهتلاقي الكاميرا كده مكتوب عليها من الظهر 50 ميجا بكسل اي اي. اول ما تشوف الجمله دي مكتوبه على كاميرات ريلمي اعرف ان معالجه السوفت وير هنا هتودي لك الصوره في حته ثانيه خالص، وده هيبان معاك وانت بتاخد صوره بالنهار. تفاصيل حلوه جدا، دايناميك رينج مظبوط، الالوان زي الفل. بص المعالجه كما ينبغي ان تكون. وبالليل بفضل فتحه العدسه الواسعه هتاخد صور منوره بشكل حلو جدا، ومع ذلك محتفظه بالتفاصيل. الكاميرا الخلفيه بتصور فيديو بدقه 1080 بي 30 اطار في الثانيه، وما بتدعمش اي مثبتات، وده الطبيعي في الفئه السعريه دي. الكاميرا الاماميه بتيجي زيها زي اي موبايل اقتصادي 5 ميجا بكسل اف 2.2. الكاميرا الاماميه ادائها الصبح يعتمد عليها في اضاءه النهار، مفيش اي مشكله. التفاصيل مش احسن حاجه ولكن برضو شغاله، وفي الاضاءه القويه اللي زي كده ادت معايا مفيش اي مشكله. لو الاضاءه ضعيفه شويه الكاميرا بتحاول تعالج النويز على حساب التفاصيل، وده بيبان بشكل كبير جدا. الكاميرا الاماميه بتصور فيديو بدقه 720 بي 30 اطار في الثانيه. شبكات الريلمي سي 51 سواء اتصال او واي فاي 10/10 مفيش اي مشكله واجهتني اثناء استخدامي للموبايل. فاجئني انه بيدعم الجيروسكوب سنسور الحقيقه، حتى لو سوفت وير هو موجود، وده بيديك تجربه اداء افضل في الالعاب. مستشعر المكالمات هنا برضو في موبايل اقتصادي بيجي هاردوير شغال كويس جدا، ما بيغلطش اثناء المكالمه، ومفيش ميس تاتش بخدك خالص. سعر النسخه ال 628 بيجي 500، سعر النسخه ال 6256 بيجي حوالي 6600. الموبايل ده يكون ترشيحي الاول في الفئه دي للعوامل اللي قلت لك عليها، اهمهم السوفت وير السريع، البطاريه، مقاوم للصدمات والماء بشكل كويس جدا. مش مقاوم لا ان انت تنزل تصور بيه تحت المايه، لا هو لو وقع منك لا قدر الله جه عليه رذاذ ميه الكلام ده ما بيأثرش في الموبايل خالص عن تجربه. موبايل ضمان 24 شهر، ريلمي بتقول لك البطاريه هتعيش معاك 4 سنين مستريح، 48 شهر لاك فري ما بيهنكش، والاي اي بوست هنا بيودي السوفت وير في حته ثانيه خالص. مستني منك الكومنت الجميل تكتب لي فيه رايك عن المراجعه عموما وعن الريلمي سي 61 خصوصا، وتكتب لي لو انت شايف ان احنا ممكن نقارنه مع اي موبايل ثاني في الفئه السعريه دي. لايك، كلمتين، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، حاجات مهمه جدا جدا بتدعمني بيها. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.